أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس سويس 12 من دروس شرح أو بيان موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. كنت اسم كثير غادي درسني عدن بضد داريون الباب اسم باب النوم عن الصلاة. باب النوم عن الصلاة نشرح حديث بالتفصيل. حديث سعيد بن المسيب عند دين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما قفل من خيبر، يعني مد يغال سي خيبر، أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس. قلنا التعريس معنى نزول المسافر آخر الليل للنوم، هذا هو المقصود بالتعريس، نزول المسافر في يعني آخر الليل للنوم، يعني طلبا للراحة. من بعد قال لي بلال اكلا لنا الصبح، الناس ضمنا فظلت الصبح نغدا ما كان غير ما كان اتفضل فاميلت اتسكن فيون نفسين درجه طمطو تسين الشيني ارض سكر الفجر ارض سكر الصبح. اكان يتضرني النبي صلى الله عليه وسلم الناس بلال اكلا لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه تصنعوا، وكلا بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة يعني من الركب حتى ضربتهم الشمس من المدوخين ذاين شرق يطيج يحوزيث يطيج، أما كدين يجعل ربي السباد يطيجني باش كرن دوفان يطيج ديجا يشرقات ديجا يلحق الجني. ايوا سيدي، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه وقام. طبعا الفزع لفوات وقت الصلاة، أكن من لا بديكريون يولا فاتي تظلث ذكر ما كاد ينضي، يعني الفزع معناها الأسف، تأسف يتقلق يتأسف يحزن أي غريمي فاتي تظلث. طبعا الأسفاقي وين يولفني زار هذه الوقت، يعني ويضع عادي، يعني ذكر في ال11 في ال10 في الوحدة كيف ولكن ففزع يعني رد فعل طبيعي. وبعدين فقال بلال يا رسول الله إن يسبيل للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. أكا الصوت يتصخ أكا، وقدر ربي سبحانه يكون الدنيا درسني عدان الأحاديث هاكي إزما تضروا يونسينا، إزما تضروا الساعة زكا، إزما تضروا ونكرد يفاتيت الوقت. أيوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. من بعد لم يغن الوضوء إلى آخره. الناس أقيم الصلاة، يعني يخدم إقامة الصلاة ويزول السيس النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة مع انتهى يجوز فظليث إفاثا باش أتقضون يمذانا جماعة، مثل صلاة الصباح، مثل صلاة العشاء، مثل صلاة الظهر تفاثا يجوز نصل جماعة، ولكن بشرط ماشي ديال الجامعة. عندنا الجامع عندنا الإمام الراتب، وثقين شرحي سيد عندنا الإمام الراتب جماعة واحدة. ثورة كان ظلم غرفك للشيخ لو كان دسنا 20 الظلم كل يوم وحدس، ماشي دسنا القيم دقيقة من جماعة الظلم 20 ألف 20 أدسنا 10 شحال جماعة تريلين المثل العشاء جماعة مر جماعة لا. لذلك وين كاين الإمام الراتب تصلي صلاة الجماعة واحدة فقط. صلينا صلاة المغرب مع الشيخ انتهى الأمر. إذا جاءوا 40 واحد متأخرين كل واحد يصلي وحده. هذا الثابت في الفقه المالكي، وطبعا فيه فقه وفيه تربية باش الجماعة تبقى دائما متصلة، لأن الإسلام يحرص على وحدة الصف وعدم تفريق الجماعة. لذلك مادام ذي فرا ناض خام ذي الخلا عادي
ولا ديال الخلا إلا ماشي الجماعة. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: دا شو دينا؟ من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. سورة طه الآية 14. بمعنى، وهذه طبعا شرحنا بالتفصيل فيما سبق، هذه مجرد تذكير خفيف، أنه اللي يصلي مثلا صلاة الظهر صلاة العصر هو ما صلاش الظهر، بدأ يصلي صلاة العصر، يصلي يصلي يصلي، يتفكر يقول ما صليتش الظهر، يقطع صلاته ثم يصلي صلاة الظهر ثم يصلي صلاة العصر. أتدرون هذه الآية؟ الحديث يقول: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. خطر ذاك هناك صلاتان: صلاة حاضرة اسمها العصر، صلاة منسية اللي هي صلاة الظهر. الصلاة المنسية اللي هي الظهر وقتها وقت تذكرها، وقتها وقت تذكرها، هذاك وقتها. أما صلاة العصر اللي هي الصلاة الحاضرة وقتها ممتد. أدعي إذا تقدري باش نفهم مليح. ذي وقت العصر ثم اختاضوا زودارة طهور، زودارة إلا قد زال طهور ثورة أسيزم التزاليف ماشي تفضل كان داخل خاطئ. خطر الحديثين: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. المعنى وقت الظهر أو صلاة الظهر وهي تزاليف تشوض أنو ذي الوقتيس نسيد مكتاض ذوني ذي الوقتيس. ما تزاليف العصر تسع الوقت نزول الطهور نزول صلاة العصر. أولا تطبق الحديث، ثانيا حفظوا في ترتيب الصلوات، خاطر الطهور من بعد العصر ماشي العصر من بعد الطهور هكا. ولكن في حاجة مهمة جدا، هذا الأمر ينطبق على الظهر والعصر والمغرب والعشاء، على الظهرين والعشاءين، ساعة وقت مشترك. بمعنى ما إلا تكشم ديال العصر في مثال الطهور خدمة كيف النيض، ما تكشم ديال العشاء صلاة العشاء وثم كثادو زلظار المغرب خدمة كيف النيض. خاطر الشركين ديال الوقت المغرب كل العشاء طهور كل العصر الشركين ديال الوقت. طبعا هذه خلاصة لما شرحنا في الدرس السابق، وكذا يعني ان ريزومي هكا باين يدرس ينغرا يدرسني عدل الساقي. طبعا الحديث قد شرحها باختصار، حديث رقم 24، نساقي الحديث رقم 25. نكمل الحديث في الشرح، فيه مسائل مهمة جدا ندرسها اليوم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال، طبعا الأحاديث هي كلها في البابة، ننتبه جيدا عصر وحنا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اسمه اسم الحديث حديث مرسل 10/10، حديث مرسل بمعنى هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقاش، إذن هو ليس صحابيا صافي سقط، ما كانش صحابي رسم. هي المفروض سلسلة عن ألا ما نبض غير الصحابي من بعد أنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكي حديث مرسل. الآن اليوم قبل ما نتكلموا عن الحديث المرسل نتكلموا عن زيد بن أسلم. طبعا وكي عرفناه نخدم في الترجمة فيما سبق، الخلاصة ينسكنا. زيد بن أسلم ليس صحابيا، هو من
طبقة التابعين الوسطى، من الطبق ينتمي إلى الطبقة الوسطى من التابعين. صافي انت تابعي، ويعتبر من علماء التفسير، يعني سجموس بقى العلماء يفسروا القرآن الكريم. طبعا خلاصة في الأسكان. وكان عنده حلقة علمية في المسجد النبوي. طبعا هذا الكلام عنده قيمة عند العلماء، عنده قيمة. لماذا رانا عايشين في واحد الزمن الآن الحلقات العلمية ما عندهاش قيمة؟ لذلك العلم ما كانش. العلم مخصوص مليح مليح مليح. لو كان يوم الجمعة 1000 مصلي، 1000 تدير لهم امتحان شحال ينجح؟ اللي صلى 20 سنة 30 سنة. هاو درك سألت جزاه الله خير قال الحديث المرسل. لو كان واحد آخر تقول له برك أعطيني الفرق بين الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث الصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره والحديث المنقطع والحديث المقطوع، نصاب بصدمة، شوك، كاو، وهي أزمة في الأمة. لذلك يا جماعة الخير، والوقت موجود، الوقت موجود، يعني الغاشية يسعى الوقت لازم مشكلة. لذلك عند العلماء كتقول كانت له حلقة علمية في المسجد النبوي، أو يسعى كنيس دخل المسجد النبوي يدرس. وكان من أقواله، عنده واحد الأقوال يعني حكيمة جدا، من أقواله يقول يا ابن آدم اتق الله يحبك الناس ولو كرهوا. يعني ابن آدم أوقظ ربي أكحملني مذانا شرح المؤمنين ولو كرهوا. توفي في سنة 136 الهجرة النبوية. إذن هذا الحديث يعد من الأحاديث غير الموصولة مثل الحديث المنقطع والحديث المعلق، وياك الأحاديث تصنف ضمن الأحاديث غير الموصولة. إذن هذا الحديث هو حديث مرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف مشهور عند المحدثين، ولكن التعريف المشهور عند الفقهاء وعند الأصوليين أن المرسل ما سقط من إسناده راو أو أكثر، راو فأكثر، من أي موضع، في أي موضع سقط راو أو أكثر يعد حديثا، يعني يعد حديث مرسل. اتفقنا. ولكن انتبه جيدا كي نسمعوا حديث مرسل هنا في هذه الرواية، ممكن نجد روايات أخرى وين لهذاك الحديث قوية بطرق أخرى، ونجد بعض العلماء اللي وصلوا هذا الحديث. ممكن الحديث الإمام مالك يرويه مرسلا والإمام مسلم يرويه موصولا. شوفوا القاعدة ستهمنا جيدا. نكمل في الشرح. أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قلنا كلمة التعريس معناه نزول المسافر في آخر الليل للراحة، وقي المعنى يس للنوم والراحة، وقي معنى عرس. الحديث هي من الحديث نعدان، ولكن هذه بعض التفاصيل نسمعوها. ليلة بطريق مكة. شوفوا مليح الحديث رقم 24 نناد حين قفل من خيبر. الحديث رقم 25 ليلة بطريق مكة. المضمون هو ولكن داقي خيبر داقي مكة سهلة، الطريق واحد إلى المدينة. أفريديون ما يسديون دينيه يسديون سيلا سعيدة نغسي المدينة العليا نغسي رجاونا أفريديون صافي تعدد الروايات
وهذه من الدقة عند علمائنا خدام السنة النبوية المطهرة، شيء عجيب. ذاكينات قافلة معنى رجع من خيبر يغلسي خيبر، ذاكينات طريق مكة، يعني هو أي غير خطر طريق خيبر ذنسي ذا فريد دي تساوي ذا سي مكة كيف نحو المدينة المنورة أو من المدينة نحو خيبر أو نحو مكة. ووكل بلالا ذهن إنك إكلاء لنا الصبح، الحديث رقم 24 إنس إكلاء لنا الصبح ضمنها فصلت الصبح باش نزل دي الوقت. ذاكيني الحديث رقم 25 وكل بلالا يوكليث النبي صلى الله عليه وسلم. تفهم يا جماعة الخير؟ يوكليث أن يوقظهم للصلاة. شو الوكالة سيخدم؟ بروكاراسيون باشوت نساء تسكر زالت الصباح. طيب من بعد ما هي الصلاة المقصودة ذاك؟ صلاة الصبح، ماشي الظهر ماشي العصر، صلاة الصبح، خاطر كانوا بالليل. طبعا الصلاة اللي جاية هي صلاة الصبح. فرقد بلال، هاثا يطص بلال كما رواية الحديث رقم 24 تماما، يطص بلال. خي قرنك النوم سلطان يضص السلطان بد ما يصبر مديوسا ذاين اثي غالب يضص الله غالب كاين غالب يضص الطاسي استغفر الله يقموت مساكيثه او في الفولون بوسا قارنا شوفور الا كتهضر ديس سورتو ذكي هكا باش ماشي تقلقض يعني السفر العقل لما خاطئ باش ولي كنارا ولا اللي شوفر يكون يهضر ضاري سيت سورتو ذكي ما يلو الفلا يتعاوز نض غزيف وفريد. فرقد بلال ورقدوا صناك حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس. إمي ذكرن إمي دوخين وفان دي طيج لاين يولي صافي ثاثيثا تظليت الصباح. فاستيقظ القوم وقد فزعوا كيف الفزع. وطبعا الفزع ذاكي أسفا على فوات الوقت، وقت الصلاة. أيغر كتحصر هذه الحصرة هذا أيغر القلقة جالس الدكا إمي يتفاتي نزاليت الصبح. طيب نكمل الحديث. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. إناسي لقن في الدلمكان ماشي دا ينطص يفاث غزاليث أن كمال الزالدين أن في الدلمكان. وثقي يذكروا حتى العلماء في مواضع كثيرة. يون ما إلا يغلفيث يضص قوس الجمعة مثلا هذيك كردي في الدلمكان ديوغال هكا ديوغال دياخوي وكذا في الدلكان أمكان سبحان الله. وقي داخل الجامعة شيء عادي مشروع. المهم بعد متقلقه راه ماشي غاس كامل تبدل سين كثن يغلب يلصق تدور لا واحد يبدل امكان ان داور تقلق ولا ذيون. طيب النبي عليه الصلاه والسلام شو سنينا ان هذا واد به شيطان. يا لطيف والسثر بقي ذا الرسول يهضرنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو يوحى له يسعى الوحي. إن سم كان جندا لك الوديجي إلى الشيطان وضرب الشيطان يتكلي خوم ذان ماذا بك يريد ظلا ولا يوثي الوقتيس أما ذا بك أمذان هذا سيتكليخ باش يريد ظلا ولا يوثي الوقتيس هكا جماعة الخير. ولا ما الصباح يروح هذيك كردي الوقت السيد ذا سميض سورتو سنة كذا يكفور ذا سميض ماني سماضا يلا اطس مازال الحال هكا. إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. وغنا سوى النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا فغن سكم كان يندى نسانا كني. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضؤوا. إن السورة يعني سير الريحان نون سير الرواحين نون ثورة أسغم الوضوء باش نزال.
وفي رواية الإمام مسلم يوذغ الرواية نظن شو دينا ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وتوضأ الناس كيف يغلظوا نساء وغلظوا ويفكاس الأمر باش هذا غلظوا هذا باش نجمعوا الروايات. وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم ذاك الراوينك للشك. وذكرنا هذا المرة اللي فات موضوع الأذان كنت نسمي كثير الأذان للإعلان غلا للإعلان تسدن في 8 الصباح ثورة ما نقيم كون نطس المي 9 نكرد أسيني الشيخ رحت أذن وعد 9 تاع الصباح واش الأذان هذاك تاع واش نتاع الظهر ماشي الظهر نتاع الفجر ماشي الفجر ان كلاصابل وين تكلاسي صافي لو كان يأذن الوقت هذاك يخلط على الناس يقول واش صرا ماذا حصل. لذلك العلماء يقولوا الأذان يستخدم للإعلان بدخول الوقت إعلان بدخول الوقت وربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو كان يأذن الوقت هذاك صافي يخلط على الناس يخلط على الناس أليس كذلك. لذلك المهم راويناك أو يقيم الإقامة يقينا مثلنا. وممكن أيضا حتى موضوع الإقامة قال يعلن بلي خلاص في تظلث يعني معنى الإعلام موجود حتى في الإقامة أليس كذلك. طيب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صافي تأكيد باللي ظلا اقضان تظلث الصباح جماعة ما قالهمش النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي وحده ما دام الوقت خلاص لا صلى بهم جماعة وهذا أمر طبعا مشروع وقد ذكرنا ذلك في اللقاء القادم وأكدناه اليوم. ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد راح للصحابة باش يكلمهم خلاص بعد الصلاة صلى بهم. أولا الحديث يقول لك من فزعهم بعض العلماء قال لك من هذه زائدة من زائدة علاه لنقول لك المقصود رأى فزعهم هذا هو المقصود سيبوس يقول لك من هذه زائدة. ولكن كاين من العلماء منهم سيبويه كي تقول سيبويه معناتها يعني واحد ان بول معناه مرجع ريفيرونس في اللغة العربية إنك تكون من هذه الزائدة إما في موضع إما قبل نهي أو نفي أو استفهام هكذا صافي. وطبعا الكلام قالوا أيضا حتى صاحب الألفية ابن مالك في ألفيته أكد رأي سيبويه في هذا الأمر. ولكن أيضا ممكن نقولوا أنه من فزعهم يعني ممكن نطفيوا المعنى النظام يولى بعض فزعهم لأنه من تفيد التبعيض أيضا. مثلا كي قال ربي سبحانه في القرآن الكريم يغفر لكم من ذنوبكم. كيفاش نفهموا هذه الآية يغفر لكم من ذنوبكم عند الذين يقولون من زائدة معنى يغفر لكم ذنوبكم يعني ربكم يعفو الذنوب نون لكن ملات. ولكن عند من يقول من ليست زائدة ثم تقول زائدة في القرآن ما كاش منها معناتها يغفر لكم بعض ذنوبكم. الإنسان كيطلب المغفرة قال ربي اغفر لي ربي يغفر له كلش ولا يغفر له شوية لا يغفر له شوية على حسب النية نتاعو ربي يعلم السر وأخفى هكا. إذن المهم ثقي مسائل لغوية ما نطولوش فيها باش ما نقلقكمش أعلاه لخاطر ربما لو كان نعطيو أمثلة كثيرة وكذا ممكن نسوى الموضوع. فالمهم سيبويه قال لك تكون هذه من زائدة إذا تقدمها 3 حالات إما نفي أو نهي أو استفهام وهو ما ذهب إليه ابن مالك في ألفيته. نكمل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم
طبعا سبب الفزع هو فوات الوقت أسفا على فوات وقت الصلاة. طيب، فقال يا أيها الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب القوم الآن، يخاطبهم الناس: يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا. أشو دنا درسني عدان يقول ما إلا يتص أما كان الروح يستروح يا خاكا بعد ميدي كرا داير الحديث النبوي الشريف: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن بذكره. الحمد لله ربي يديران الروحيو خاطر ذا الموت مشطوح تسقارن يغص ذا الموت مشطوح ذا شو يضسي تسوغال دفافيس، ولكن وين يموت بقى على خير المذ يوم القيامة هكا. طيب، ولكن دوال الروح يصير القبر وكذا طبعا في تفاصيل ماهوش هذا موضوعها، ولكن المهم في الدنيا بقى على خير، في الدنيا بقى على خير، لن ما تعودش لها الروح اطلاقا في الدنيا، ولكن في القبر. والقبر هي اول منزله من منازل الاخره. ميكشم القبر يفغ سي عالم الدنيا يكشم في عالم الاخره في اول مرحله من مراحل رحله الاخره الابديه. النبي صلى الله عليه وسلم واش قال لهم؟ ان الله قبض ارواحنا، ربي قبض ارواحنا، ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا. لو كان يبغى ربي سبحانه اغدير لارواحنا المعني سدنا خوي قبل الوقت نكون نتصل يعدى الوقت يا خاكا. لو كان يبغى ربي يغدير لارواحنا. لذلك النائم رفع عنه القلم. القلم اللي يكتب مرفوع خلاص، خاطر يطص ودي كرارة دايان المغلبة يقصد المغلبة يطص دايان، أليس كذلك؟ رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يفيق وحتى يستيقظ في الحديث النبوي الشريف هكا. مي ذكر من بعد الريسبونسابل مسؤول إما يكرد نص ساعة قبل هذيك فو هذه يعدي الوقت الصباح يبغى هذه الظل هي الريسبونسابل المسؤول، ولكن ما يكرد بعد الفجر بعد ميدي شرقيطي واش داين ماهوش مسؤول لأنه رفع عنه القلم خطر إلا يطص. إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها يغدلمي النسيان ثلاث ثم فزع إليها، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم. فزع إليها معنى قام إلى أدائها في حالة من الفزع والحسرة، يعني ماشي كر استوي سيدي يتصلصى خاطئ يكر مباشرة. ولو كان دير وقت الناس دي يهضر يوسين حباس سودة تمسلا يا رقلي مشغولة واحد يغلظوا باش هذه الزلطة الزليث قبل هذيك في الوقت هكا. جماعة الخير هكا. فإذا رقد أحدكم يعني اتصل عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، كما يصليها في وقتها. معنى هذا كذا غير لا معنى النظام ما إلا في حالة السفر يعني يصليها قصرا فليقضيها قصرا. ما إلا تصلي ثني إلى قاتل الزال قصرا يطفي يضوص مثلا مسلتون ثورة مثلا يتصلي لافيون غير تصلي الكارما هكذا الميوضة أندي يبضل ميدا خامس يرسد ذراري يرسد خامس أتي الزال أكني توجف ذين ما يعدى الوقت طبعا. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ذاكين بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخزر كي توالي أبو بكر الصديق أشو سينا إن الشيطان. طيب أبو بكر الصديق اسمح لي والله قدينا في الساول أولا أبو بكر الصديق كما قال العلماء هو أفضل الصحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكا. وقد خلد في القرآن في مثل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحبه أنواع أبو بكر الصديق، وعرفنا عنه الشجاعة نتاعو ورباطة الجأش نتاعو في وقت عصيب عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق وعمر بن الخطاب، خاطر المصيبة مقرثة يا جماعة الخير، ماشي حاجة صغيرة. يفضلوا اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يموت، ولا يطفن الميزان باش يستروا حاره ذيون ابو بكر الصديق. ذينا سنينا طبعا في تفاصيل لا بلا ما نذكرها في هذا اللقاء. ذينا سنينا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. شكون قال الكلام؟ أبو بكر الصديق. ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، سورة الزمر الآية 30. معناه النبي أبو بكر الصديق ذكر الصحابة بهذه الآية، معناه يموت هو الرسول ثاني يموت الجميع. وقرأ ثم تلا قوله تعالى أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بعدين وش قال ربي؟ وسيجزي الله الشاكرين. سبحان الله. شوف وين جابها ربي سبحانه عز وجل. هذه في سورة العمران الآية 144. ختم هذه وسيجزي الله الشاكرين. إذن هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا كي دخل الإسلام أسلم على يديه 5 من كبار الصحابة ومن المبشرين بالجنة. يعني يخدم الدعوة 5 يجي بثندي مزورة لا الوياض ماشي كذا كان، ولكن 5 يجي من المبشرين بالجنة أنواع أي المعاونيون اليوم. طلحة بن عبيد الله 1، والسين الزبير بن العوام، 3 عبد الرحمن بن عوف، 4 عثمان بن عفان، 5 سعد بن أبي وقاص. وكذاكي ويسني خدم الدعوة أبو بكر الصديق باش نظهر كان الرصيد ينس يعني. المهم توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 13 للهجرة. شحال اللي عاش أبو بكر الصديق إلى عمري؟ 63 سنة. أنشتي عاش النبي صلى الله عليه وسلم سوا يقعاش أبو بكر الصديق كذلك 63 سنة. طيب يا جماعة الخير، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشو يسينا أبو بكر الصديق فقال إن الشيطان أتى بلالا. صافي في كيس معلومة مصدرها الوحي. صافي النبي عليه الصلاة والسلام ذاك يمسلاي وكي الصحابة سلام سير ثم يروح مباشرة إلى أبو بكر الصديق يفكيس معلومة نظن مهمة باش كان يلتمس عذرا لبلال بن رباح. سمحتي لو كان كوني قلنا ندينا جالسنا شنو نخدم يعني ثنون إذا سد كلام كان نخدمي بلال يعني زعما شني بلال بن رباح زعما شني كذا صد يا عجبا نتشي الفلاك شو كيبوينا اتقبل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إبرازا لعذر بلال وباش ثوانس وباش يدي فلاس باش هكا معلومات سياسة سوحيا إفكاس أبو بكر الصديق إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي. أو بلال ما راحش يرقد، بلال راه يصلي صلاة النافلة قيام الليل عند السحر. صافي عنده عزيمة يروح هذه الظل صلاة النافلة. وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
وهو قائم يصلي. بيني وبينكم خاصة في رمضان تجينا كاع الحالة كيما هذه ولا لا؟ تكون تصلي سورتو ماشي في الجامع، يعني كنا نوصلوا للدار اللي بغى يصلي صلاة يزيد وبعدين حتى يجيك النوم. عندك برك ترقد في السجود. كما كان واحد يعني يحكي لي، هذه صارت في الصحراء، قال لك عندي واحد صاحبي يرقد بزاف، لو كان الشيخ يطول في السجود يرقد. قال لك مرة جاء ضيف يسدين فقي إنك من بعد إنك كما صلى به إماما، إنك خويا ما يعرفوش باللي هذا يرقد بزاف، إنك خويا طول شوية في السجود، وهذاك الله يرحم الشهداء رقد، وبدا هذا يقول الله أكبر، يسمى يعود ها خسرة. من بعد كمل بسرعة، كمل سلم، بعد هذا الناس ما تخافش صار راقد، الإنسان نعرفه كي تطول. وكان تقول أكثر من سبحان الله 3 مرات الله يرحمه ياخاك شيء. إذن سيدنا بلال رضي الله عنه واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي، يعني صلاة النافلة عند السحر، فأضجعه. شوف تدخل الشيطان دقي، فأضجعه استجنيث. يعني بيني وبينكم ما تصار لكمش هذه، يقول لك زيد برك شوية، تسمع الأذان زيد برك شوية، ثم اللي يجيبك كاو قبل الفجر بالك ما ترقدش، مي كي تسمع الأذان ثم الحاصل يقول لك زيد شوية، واش فيها كاش 10 دقائق وتلحق صلاة الجماعة وتوضع 9:04 بإذن الله. فهمتوا كيف صرات؟ شوف هذا الحديث حديث فيها علم فقه، وفيها أيضا تربية نترباو. واش كمل الحديث؟ قال لك فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. لا إله إلا الله. كيما دار هكذاك يا أخي. الأم كيفاش ترقد وليدها؟ تسبربر كنا كسلاعقل إما تكثر ثايت يرثويات يا أخي. كما يهدأ الصبي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما يهدأ الصبي. على بالكم الصبي بريء ولا لا؟ الصبي بريء إنوسون، طفل لا مشطوح. سبحان الله، صدقوني غير نفكر علاش النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة الصبي. لا إله إلا محمد رسول الله، باش كأنه يقول لنا رسالة. يا بلال بريء صاحب عزيمة، ماشي إنسان مهمل ولا مفرط. مي جا الشيطان يرقد فيه كما الأم ترقد في وليدها ورقد، ده كان عادي. هذا معنى. ومعنى آخر حنا كيفاش نقولوا الفلاني تصام اللوفان تقرمه ولا يرقد كطفل صغير. خاطر الطفل الصغير يرقد بدون قلق عادة، إلا إذا كان عنده مرض، ما عندوش هموم. مي حنا واحد يرقد ويتقلب خاطر الهموم ما ترقدش مولاها. ونسعى الهم قرناش يضيس غزيف من المرايلي واس غزيف يض، ولكن ما إلا يتصيهن هذه يتصام اللوفان. طيب حتى أنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مازال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، مازال يكمل هذا كلام أعطاه أبو بكر الصديق. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، يا بلال أرواح باش تيذاوي، خاطر قلبه يتألم الستارة بس كي السبة تسير في الليل أتصغ وظلنا لا تظهر في الوقت الصباح. ثم أتى دعا بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. أخبر نفسه. فقال أبو بكر لاش سينا أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. هنا نهاية الحديث. ذيك في الحديث. هل أبو بكر الصديق لم يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن
ظهر يعني هذه علامة غير الأنبياء 9 يسيد وحي أن يزرع يعني غير ولاث، ولكن أخبر وحيا. إذا ينسي أبو بكر الصديق أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. توالت علامات النبوة، تجديد لهذه البيعة، لهذا الإيمان. إناس أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثورة نروح الحديث رقم 26، صبروا معايا. الحديث رقم 26، ولكن نكشف في باب جديد اسم باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. نروح يوثيوث تبورت باب صرام يفلاحن نفسيد تقول نفذو الطهور أتسقربنا المقرب العصر نغيث المسد الوقت زرا ما يغر وقت نيدي الطيج يحمل الحال والصغال سخانة وتظلنا في أول الوقت. طبعا كيكونوا فرادى، مفهوم؟ هذا الأمر له أصل في الدين، ماشي بوين كان كاسكولا غنسم اللي يروح منكم للصحراء في الجزائر، صحراء الجزائر أما يصلوش صلاة الظهر في الوحدة، كاين جمعة يصليوها على 3، حتى الجمعة ماشي غير صلاة الظهر، إنما معروفين. قال الجماعة هذه يصلي على 1:30، الجماعة هذه على 2، الجماعة على 2:30. صلاة الجمعة لو كذا كيف في الشمال تقريبا موحدة عندهم، لا خطر السخانة نكونوا ساعة السخانة ساعة الاثنين. لذلك أي نيث الزرام يضرسي فلاح نزيه يسعى غزار غير السنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ثورة نفوكيون الباب اللي ينفذا ثورة نكشم في باب جديد اسميس باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. ذا شو المعيس الهاجرة؟ يعني عند زوال الشمس واشتداد حرها، مكني ما يطيش مليح بعد الزوال هكا. طيب سينو قال الهاجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكون زلات هذه الوقت حما يطيش مليح. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم. أنا زيد بن أسلم أجي نهضرت في الناس، عن عطاء بن يسار نهضرت في الناس. صفوقي حديث مرسل أوصله ابن عبد البر ابن عبد البر أوصل هذا الحديث. معنى جماعة الخير ماشي كل الأحاديث المرسلة بقيت مرسلة، هناك أحاديث مرسلة أوصلها العلماء، منهم ابن عبد البر. ابن عبد البر ذكرناه مرارا، هو صاحب كتب عظيمة جدا. من كتبه عنده كتاب اسمه التمهيد، عنده كتاب اسمه الاستذكار. جماعة الخير مثل في طالب العلم وين يبغى ذي غار تمثال من الفقه إلى قد غار في كتابينك إلى قاسنتي غر ولزميرا كاين كنصنغ الفقه المالكي نغاد في الفقه المالكي موري غرارة إلي بولاكي ميكاداكي وحلال ونغد ودو كذا الكثرة جنسلمن ذا ذن في ثموسنين الدين أكني بعد ذيك في القاعة وسيل قلنت مسنيني يقدروا خساري في ذرة النظر الشقايق يغيظران خطرة يغر يروح على الخير ذا قران نسوى حرم. نسأل الله ألا نكون من المحرومين. فكيف تاخذ رسالة أيغر خطر بعض الناس ما يفهمش هذه المسألة، وبعدين يقول لك ما نعتمدش على موطأ الإمام مالك لأنه فيه مراسيل، عنده أحاديث مرسل. وزيد أحيانا يأتي حديث مرسل في الموطأ ثم في الروايات الأخرى يرد موصولا ماشي مرسلا. ثورة سنرى الدليل الآن، شوفوا الدليل ثورة دنا في الدليل ثورة كان وزايد ممكن هذا أيضا الحديث نجده موصولا عند باقي العلماء كما ذكرنا قبل حين. هو كان مرسل عند الإمام مالك في موطئه،
ولكن ماهوش مرسل عند الإمام مسلم والسلام. أين الإشكال؟ ما كاش إشكال. إذن حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. ركزوا معايا يا جماعة الخير، باسكو هذا الموضوع مهم جدا كسائر المواضيع والموضوعات. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، يعني السخانة اللي ثم قرانت من فيح جهنم، يعني إذا صارت حرارتها شديدة مستعرة، فيح جهنم. ويمكن قرصت قبيلة نغلا أشيني لطيفة ساقي سخانة في جهنم، نقرا ولا نقرا ولا اي بورتون كل غورنا يقول ايش سخانة يوقع دي مكة دي المدينة، لا قيدي الصحراء روح تندوف روح أدرار هاتسان سخانة، أليس كذلك؟ وقاعد جرب نصران من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر مثق وسخانة كني وتظل ثارة طهور ذي الوقتيس. وقيل المنفردة الجماعات وقمصات في الوقت عادي، ولكن ذوك خميس الليل نقصت الجماعة. أنوذ المقصود ذاك، المقصود صلاة الجماعة. ما ذوك خام قالك ذوك خاميك الظل ذي الوقت، خاطر أفضل الصلاة أفضل أوقات الصلاة هو أول وقتها، وهذا شرحناه مرارا. مدش من الوقت أمزورو وين وقت الفضيلة الظل ذي الوقت. قالت ذوك خام ماشي قريتها كليماتيزور وكذا أماني الصماضان أصلا فأبرد واش تبرد هراك في الدار. ولكن صلاة الجماعة يجوز بل مستحب، بل النهي هنا للكراهة كما قال العلماء. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة مثلا كنية حارة، أي والنهي هنا للكراهة كما قال السادة العلماء. ولكن بالنسبة للمنفرد اللي يصلي في داره لا، وين يصليها في وقتها. إذا كان عنده أعذار وقيل الشغل وايض نشرح فيما سبق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، جهنم تشتيان يا ربي، تشتيان يا ربي. أكون فيها زوج إشكال. ذاك الإشكال الأول، اسكو جهنم أكو الجنة لانتنا ولا شي ثنت ألا ما نبض يوم القيامة؟ سؤال خطير شوية ولكن لقى نصبر. هل جهنم والجنة موجودة درك 2015 نغ حتى نوصلوا يوم القيامة بعدين ربي يخلقهم؟ تفضل. موجودة، خلقت من قبل، موجودة. هل من معارض؟ خلقت من قبل. نعم صافي موجودة. بارك الله فيك، أعطيكم الصحة يا ربي. الحمد على بالكم الأجوبة نتاعكم فرحتني. لو كان راني في بلد آخر بالك ما نسمعش هذا الجواب. باش تشوفوا النعمة اللي احنا فيها. هذا كلام خطير، عسوا روحكم نقول لكم حاجة خطيرة. كاين اللي يقول جهنم ماشي موجودة، قال كيفاش ربي يخلقها وما يدير بها والو بيسك مازال ما وصلناش ليوم القيامة. وقال لك وخلقها قبل الحاجة إليها عبث، والعبث لا يليق بالله جل جلاله. باش ما نخوفكمش هذا كلام نتاع المعتزلة. تسمعوا بالمعتزلة؟ ما حبيناش نشوشوا عليكم في بعض الأفكار بعض الأمور. المعتزلة الرد جاوبتوا انتم كاع جاوبكم صحيح. الأدلة من القرآن أو الحديث معناه كما قال أعطيك الصحة. إيه هو؟ الإسراء والمعراج. بارك الله فيك، شكرا. القرآن نجيبكم أدلة من القرآن.
ربي واش قال في سورة البقرة الآية 24 فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صافي ثلا خلقت. سورة البقرة 131 واتقوا النار التي أعدت للكافرين صح. الجنة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 133 من سورة العمران. سورة فصلت الآية 19 ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يوم إلى آخره صح. تفهمنا ربي الحمد لله. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الجنة والنار خلقتا من قبل. الآن اشتكت نكملوا الحديث وذكي النبي عليه الصلاة والسلام وقال اشتكت النار إلى ربها. هل الشكوى حقيقة أم مجاز؟ الأخ يقول مجاز. يلا جهنم تمسلاي يجمعنا دي قرن مجاز. أشو نعيش المجاز المعنيس أنا كادي نكون وين وقي قاص لسان الحال ماشي لسان المقال. مرة إمسلاي ديهني إفكادي مطون ينودي مسلاي راه سلي راس غادي أذراري مسلايد ينايد من قرا ولكن قرات ذي المجاز شو السلي ضاروك دينا راه تزمورث الشتكا إفقافاشت ثناس ضرضي أم كيستنى أفوسيم يا أخي ذا هو القرص تقبايليت هل ترى ولا كي ضرر لو ديالوغا كي ضرر وري ضرارة ذي المعنى المسفهم صحيته وكي مع نفس المجاز عند الإنسان ولكن الجمال كل شيء يهدر يصير ذي الحقيقة كل شيء يهدر. لا هي حقيقة بل هي حقيقة. هو اختلف الفقهاء. أيوة عليك نور والله غير تفرحوني سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عليك نور ما شاء الله. هو النيفو المستوى اللي حبينا يطلع أعطيكم الصحة. شفتوا كيف الدليل هذا استدل الآية. أيوة هي حقيقة دليل حقيقة. بارك الله فيك زيد. كل يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما شاء الله. أيوة أيوة تسبيح. أروح نجيبكم بعض الآيات إضافة لما قلتم. ربي قال في القرآن الكريم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض يأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. صفي إجنوان إجني أكذ القاعة هضرنت يا ربي سبحانه صح. زيد إذرار سمسين خطي يا جبال أوبي معه والطير صح. صباح تمسلاين أذري تمسلاي يفسن تمسلاين أرى يوم القيامة غاد مسلاين ينطقهم الله الذي أنطق كل شيء نغلا نكون نزار ديال الساون كي تمسلاين يوم القيامة يفسن اليدين الرجلين كل شيء يهدر. الدليل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سورة النور أليس كذلك الآية 24. الحمد لله صفية اتفاهمنا 100% ولكن مازال نكملوا. اشتكت النار قالت يا ربي اشتكت يا ربي فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا. هذه الشكوى نتاع النار. فأذن لها بنفسين في كل عام. ربي سبحانه يفكيس لوتوريزاسيون أتريسبيري مرتين مرة ذي الشتوى مرة ذي قنفذو. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نكون دعوة حارة
تقول يا لطيف جهنم، هكذا نقولوا. أيوة. وفي طيب العذاب بالنار مؤذية معذبة، ولكن كيفاش يكون نفس نتاع الشتاء صحيتو برودة الشديدة الزمهرير، والعذاب يتحقق بالزمهرير وبشدة الحر واستعاره. صافي. إذن هي حقيقة كما قال الإمام النووي مع هذا. ثم في النهاية نطق بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذها بالحقيقة كما قال النووي وكثير من العلماء. طيب الإمام البيضاوي مثلا هو المجاز إلى آخره، هذا لا يضر كثيرا. النقطة الأولى خطيرة، قلنا الحمد لله اتفقتم. النقطة الثانية ماشي خطيرة، بالمجاز بالحقيقة لا يهمنا كثيرا، ولكن نقول كما قال السادة العلماء أو معظم العلماء أنه هي الحقيقة، معنى اشتكت. فهمنا جماعة الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالإبراد هكذا مسنا فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. أبردوا أصلها أبرد، يعني فعل رباعي، أبرد 4 على وزن أفعل رباعي. وأفعل يجي يسعى معاني، يسعى 11 معنى اللغة العربية. وعلى بالكم زميرة نفهم القرآن والسنة ونسينا تعرفت غاسد نفهم استقليت، ولكن قريسي أبرد على وزن أفعل يسعى 11 معنى. المعنى غمزوارو للتكثير، المعنى والسين للتصيير، المعنى الثالث للاستغناء، المعنى الرابع للإزالة. حوايج الوقت غزيفا باش نفهم في مسألة، باش نفهم كان معنى أفعل، باش نفهم السنة ذاك ثورة ولا ديني ونحواج على شغل نحواجيث نخاطب نحواجيث. أذكر الأمثلة للتكثير. ما ديض أعال الشخص أو أعالت المرأة أو أعال الرجل، معناه للتكثير، معناه كثر عياله. استقبلت نقاري السعيل يسعى الدريا غطاس هكا. ما ديض للتسيير يا أخي القرآن الكريم ما ديض مثلا ديض تعرف ديض أمات على وزن أفعل، أمات 4 أقبر 4 للتصير، معناه يصير الأمر إلى كذا كما قال القرآن الكريم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كذلك للإزالة مثلا ما ديني تعرف أزال شكواه يعني يقبل يسمح أزال الشكوى معناه يسمح. بعدين أقذى الحليب أقذى الماء معناه أزال القذى الذي بداخل الماء أو بداخل اللبن. مرة يسأل معناه وضع الاستغناء معناه تغني عن الثلاثي. مرة مثلا أفلح 4 أشو معنى أفلح؟ الآية قد أفلح المؤمنون. هل ترى ربي قد فلح؟ هل ترى أفلح وقد فلح كيف؟ الجواب لا. أفلح معنى فاز يربح، فلح مدين فلح الأرض معناه يخمثها في اللحظ يشير زيت. فهم ضامي ذاك الاستغناء معناه الوزن أفعل يغني عن الثلاثي وكذلك الموافقة إلى وندا ماشي الاستغناء للموافقة. مرض أظلم ظلم ذاكي أظلم الليل
نغاديني ظالمة ماشي ظالمة، ظالمة الليل، أظلم الليل معنى واحد، معنى الموافقة، معناتها أفعل وزن أفعل يسعى 11 معنى، إما غادي ياس للتصيير، إما غادي ياس للتكثير، إما غادي ياس للموافقة، إما غادي ياس للاستغناء، إما غادي ياس يكفي كذاكي على سبيل المثال. ثم يا جماعة الخير كم بقي من الوقت؟ دقيقة. الحديث رقم 27 لازم نكملوه، خاطر عنده علاقة بالحديث الأول مباشرة، نكملوه إن شاء الله ولو باختصار، والحديث 28 نكملوهم في زوج هذون باختصار، وبعدين ندخلوا في باب آخر مهم جدا. حديث 27: وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ماذا تنتظرون؟ على بالكم ما يرطول غاكاي باش نوض الحديث، باش يغال الحديث موصول إلى غاية الصحابي. الحديث 26 حديث مرسل، الحديث رقم 27 ماشي حديث مرسل، خاطر يبض المذ بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة صحابي أو تابعي؟ صحابي، خلاص. إذن الحديث الذي ذكرناه في رقم 26 مرسلا أوصله الإمام مالك في الحديث رقم 27 فصار حديث موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. الحديث 27 رقم 27 قلنا هذا الحديث التالي الموالي الذي جاء بعد الحديث 26 الذي كان مرسلا، وهذا الحديث 27 ماهوش مرسل، حديث موصول إلى غاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. المعنى هو يعني نفسه، فقط باش نقول ذا تنبيه آخر جماعة الخير، أنه ما لا يثن الطريق، هناك رواية حديث بطريق إلا حديث مرسل، ما يعنيش أنه يبقى مرسل. أولا للعلماء يعني مواقف شرحناها فيما سبق ونشرحها إن شاء الله في المستقبل من باب تعميم الفائدة وتأكيد المعاني إن شاء الله تعالى. ولكن الإنسان يتريث، لا يصدر حكم كاين حديث مرسل ما ياخذوش به والسلام، لا، ممكن يكون موصول في كتاب الموطأ مثل هذا الحديث رقم 27 هذا في حديث موصول ماشي حديث مرسل. وكذلك يزمر غادي لي قوية بطرق أخرى ممكن ذكره علماء آخرون، ذكره موصولا ولم مذكروش أو مروش مرسلا. ثورة نروح الحديث واحد آخر، حديث رقم 28 وبه ننتهي إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد. أبي الزناد شرحناه ترجمنا له فيما سبق، نسمي من صغار التابعين. ذكرت قبل حين، ذكرنا أحد التابعين ناد باللي وينتمي إلى الطبقة الوسطى من التابعين، ولكن أبي الزناد لا، من صغار التابعين، خاطر لان كبار التابعين لان التابعون لان دي المرحلة الوسطى لان وكان صغار التابعين. فأبي الزناد هو من صغار التابعين. عن الأعرج، أنوي الأعرج أنوي بقي ذي الكنية سفكان ناخذ اللقب. الأعرج يا جماعة الخير هو عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز ذكرنا ترجمته أيضا فيما سبق. عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. صافي لقاني السن أنا ربط يسمعونك. واش يكون واقي؟ هو أولا من كبار المحدثين، من كبار الحفاظ، وممن كان يكتب القرآن بيده، يتسالوا القرآن سوفوسيس، ومن المجودين له، يعني يفكاس ربي قدرة عالية على التجويد، يجود القرآن الكريم. زيد من تلاميذه واحد اسمه نافع، ونافع هذا واش يكون؟ هو من شيوخ ورش الرواية
القراءة نقرأ بها، هو الشيخ يقرأ بها ويقرأ بها حتى في العشاء إن شاء الله. يقول لك رواية ورش عن نافع بوخ كان سلسلة معني هو قال يا جماعة الخير أقطاب إلى قتل السين أتصت مسنة في روح قوي النظام ودن قرارة ونسعرتها مسنة يمكن سويتها مسنة ماذا ولا قرار نجد الخير كذا خطر ما يروحها أنا ندم يتمثل أنا ندم صافي باش نزر كل يوم ذا شو ذا زال شو القماس. طبعا يوم المسنة راه زال المحال أصنف كزال يوم ذان ما يلون السينارة ونزرر ذا شو يسوى. علي الأعرج عن أبي هريرة هذا صافي الحديث 27 والحديث 28 ماشي مرسلا رغم أن الحديث 26 حديث مرسل ولكن 27 ماشي مرسل يبضل من أبي هريرة وطريق آخر ذي الحديث رقم 28 يبضل من أبي هريرة ولكن ماهوش مرسل حديث موصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. ونذاقي المستحب الإبراد يمتد إلى وقت دخول البرد يعني ديو الشوط بحري يمكن قاص قبيله ذي بحور الحال ونتظل راه ما يبوحر الحال كي يخدم لي في اللحن مما كذا لا مقرن وكذا ماشي ما نصل الجنال ما يبوحر الحال نصل طهور نصل عادي معني اللي يخدم لي في اللحن زي يسعى غزار غير السنه النبي صلى الله عليه وسلم بالذات الى الاحاديث كي نشرح ذي موطأ الامام مالك رضي الله عنه وارضاه. فان شده الحر من فيح جهنم. هذا ينتهي الحديث. ثم جماعه الخير الدرس القادم ان شاء الله تعالى انفذو في باب اسم باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. يون ما يتشافي الشرث نغيتشال الفصل هل ترى هذيك الشمل الجامع نوريك شمال الجامع ما يتشافي يبان نوري يبارا ما يتشافي عمذ نوري عمذارا يزمرت يتشيون ذقاس الجمعة كان باش وريك شمال الجامع باش وريك تزلرا أشيني بيسكي للحديث قال راس الجمعة الجواهي 11:30 ياكلهم في زوج كي البصل كي الثوم يعني ويقول لك ما نصليش كي تقول واش يقول كان الحديث يقول والحديث رقم 29 مباشرة في الموطأ يقول النهي عن دخول المسجد. أنا خويا كريت البصل أنت تقول له عمت يقول لك عمتيه قل له إهمالا أولا أنت آثم وتصلي وما تصليش قدام الناس صلي اللور أنا عماه. هذا هو الحكم الشرعي. طبعا هذا الموضوع فيه بزاف تفاصيل سنشرحها في الدرس القادم إن شاء الله وقدر جيغا ومثلويث أرثي ميليث وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.